بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة قوي. لازم أي حد عايز يربي حمام لازم يبقى عارف الحاجات دي. عايز أربي حمام، يعني السؤال ده بيتكرر على طول. أي حد يقول لك إيه، أنا عايز أربي حمام. يا عم مفيش مشكلة، ربي حمام وتبقى أحسن واحد مربي، بس لازم يكون عندك المعلومات دي. أنت لو هتخش في أي شغلانة أو أي صنعة لازم بتتعلمها، لازم تتعلم الشغلانة دي ولازم تتعلم الصنعة دي عشان تعرف تشتغلها وتعرف تبقى مبدع فيها. فبرضه تربية الحمام مش بالبركة إن أنا أجيب جوز حمام وأجرميهم وأحط لهم أكل ومية وخلاص. لا، لو أنت عايز تبقى محترف في تربية الحمام وتبقى راجل عندك شغل مميز وعندك انتاج مميز، سواء ان انت عايز تبيعه او عايز تاكل منه او تعمله مشروع للبيت. والله مشروع الحمام مشروع ناجح جدا، وانا واحد من الناس بفضل الله والحمد لله بيدخل لي دخل كويس جدا. فانا حبيت برضو ان انا اشارك اخواتي ان هم يعرفوا شوية المعلومات دول، على اساس ان انت تربي حمام بقلب جامد وتبقى راجل محترف في تربيه الحمام. طب ايه اول حاجه هنتكلم عنها؟ ان لازم يا جماعه لكل جوز حمام 3 عيون. يعني انت لما تيجي تربي لازم يكون عندك لكل جوز حمام على الاقل 3 عيون. لو انت بتربي في عيون زي دي، او لو هتربي في عشش مثلا او قفاص بلاستيك زي دي، لازم لكل جوز حمام عشه زي دي، او صندوق خشب او صندوق بلاستيك بدي. ليه بقى؟ لان كل جوز حمام بيحاول يعمل سيطره على الثلاث عشوش. ما تقعدش مثلا ان هو عش واحد، طب هو هيبيض فيه، عايز يغير المره اللي جايه، لو انت حطيت عدد عشوش بعدد الحمام هيكسروا لك البيض. هتبص تلاقي الحمام ده عايز العش ده وده عايز العش ده، يتعاركوا عليه مكسرين البيض. فلازم يبقى اول معلومه انت حضرتك لازم تبقى عارفها، ان انا عندي 10 جواز حمام لازم يكون عندي 30 عش حمام، 30 مكان مخصص زي دول. لكل جوز حمام 3 عشوش حمام. دي حاجه لازم تبقى انت عارفها. تاني حاجه، الحمام لازم يشوف الشمس. حاول ان الحمام يشوف الشمس. انت حابس في مكان الحمام، لازم تفتح عين او تفتح حاجه تخلي. يعني انا عندي مثلا اهو، بصوا حضراتكم معايا، انا حابس الحمام بتاعي ما بطلعوش، بس عامل له اهي الفتحه دي يخش منها الشمس. لو خدت حضراتكم، انا بصور لحضراتكم بعد الفجر على طول اهو، بعد الفجر بحوالي ساعه الشمس بدات تطلع اهي. هتخش الشمس ان شاء الله من العين دي، بتقعد الشمس داخله من العين دي على الاقل ساعه او ساعه ونص. يبقى انا لازم ان انا يكون الشمس بتخش الحمام. من الحاجات المهمه برضو الحمام النظافه للحمام، ان انت العشوش عندك تكون نظيفه. حاول تنظف على الاقل كل 10 ايام مره. تنظيف للحمام، لعشوش الحمام كل 10 ايام تنظف مره. من الحاجات برضو اللي لازم تبقى حضرتك عارفها، ان انا ما ادخلش جوز حمام على حمام. مثلا عندي مربي مثلا 5 جواز حمام، عجبني جوز في السوق، اجي جايبه ورميه مع الحمام. واحد صاحبي عنده حمامه كويسه، اجي واخدها ورميها مع الحمام. في مش عارف فلان عنده لا، الكلام ده يا جماعه اكبر غلط. ليه بقى؟ لان في حمام بيبقى الحمام ده حامل للمرض ولكن مش ظاهر عليه، عنده سالمونيلا، عنده اي مرض هو مش ظاهر عليه. كان عند صاحبه، وللاسف في ناس كتير ما عندهاش ضمير، ظهر عنده مرض من الامراض في القطيع بتاعه، او جوزين 3 يجي ماسك بايع الباقيين وهم لسه حالتهم كويسه بدل ما يبوظوا عنده. فحضرتك تاخد الحمام الحامل للمرض اول ما يجي عندك تدخله على حمامك يبوظ لك الدنيا. طب انا بعمل ايه؟ نفسي مثلا لقيت حمامه حلوه وعجباني وعايز اجيبها، اعمل ايه؟ اخدها اعزلها، يكون عندي مكان للعزل بعيد عن الحمام خالص. بعزل فيه الجوز ده، بحط له اكل وميه وابص عليه لمده 5 ايام لاسبوع، اتفرج عليه اشوفه عامل ايه. ابص على الزرق بتاعه اللي هو الحمام بتاعه، يعني عزكم الله. ابص على الحمام بتاعه اشوف فيه اسهال، لون معين، حاجه معينه، وعلى اساسه بعرف الجوز ده كويس. وبرده بحط له شويه حاجات، احط له مثلا مطهر معوي، فلاجين مطهر معوي، بحيث ان انا اشوف يعني اديله زي قرص علاجي. يبقى انا ما ادخلش جوز حمام جايبهم من بره ايا يكون، لو جايبهم من اخويا حتى ما اخدش جوز الحمام واجي رميه مع الحمام بتاعي. يبقى عندي حرص في الموضوع، لان اكتريه الامراض بتنتشر من الاختلاط. انت حمامك كويس والحمد لله وربنا مبارك لك فيه، ما تجيبش جوز من حمام تيجي راميه عليه. لازم تعزل الحمام لمده
على الاقل خالص 5 ايام لاسبوع. لازم تبقى عارف ان الحمام بيدي لعياله حاجه اسمها لبه. يعني الحمام اول ما بيطلع بتطلع الزغلول من البيضه، بيقعد حوالي 5 ايام تدي الاهالي تديله لبه. يعني ايه لبه؟ بيبقى اكل مهضوم كده في نسبه غذاء عاليه خالص لازم ياخدها الحمام. لو الحمام ما خدش اللبه ده وانت اديته وشلته من تحت اهاليه واديته اي حاجه تانية، ناس عملت له ميكس، ناس عملت ادته سيريلاك، ناس ادته بسكوت، كل الحوارات ديت هتعيش لك الحمام، هيعيش مش هيموت بنسبه ان شاء الله يعني، بس بتبقى مناعته مش حلوه. يبقى الحمام اللي انت هتربيه او هتوقفه لنفسك، لازم الحمام ده يكون ايه؟ لازم الحمام ده يكون فيه يكون خد من اهاليه اللبه ده. لما الحمام بياخد اللبه بيبقى ان شاء الله بنسبه كبيره مناعته كويسه. برضو من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها انت كمربي حمام، ان الحمام بيتفطم لا يقل عن 30 يوم. يعني انت عايز تربي جوز حمام ما تشيلوش من تحت ابوه قبل ال 30 يوم. لو هتذبحه ما بيفرقش معاك، ممكن قبل كده بتاع اول الريش الجناح ما يكمل من تحت الريش تلاقي فيه، يعني تقلب الجناح كده تلاقي فيه ريش وكمل، خلاص هو كده ايه مستعد للذبح. بس انت ما تفطموش من اهله قبل ال 30 يوم، ويستحسن انت تسيبه مع ابوه فتره كويسه، ممكن شهر ونص ولا حاجه، بحيث ان هو يكون خد كل الغذاء وكل المميزات وتعلم ازاي ياكل وكل حاجه. ما تقطفش الحمام بدري. انت الناس اللي بتبقى مستعجله، انا كمربي حمام جديد لسه مربي جديد فرحان بالزغلول، عايز اقطفه واحطه لوحده وبتاع واقعد اشيله واوديه، الحكايه ديت برضو بتضعف معاك جوز الحمام. لازم تبقى عارف ان الحمام من بعد فتره الزغلول بيفك ريشه كل 15 يوم. ريشه الجناح الحمام بيبقى فيه حوالي 20 ريشه، بيفك كل 15 يوم ريشه. لو انت عايز تشغل الحمام بيشتغل الحمام على ريشه، او لو ما بيخلص الريش كله، يعني اول ريشه الدم ما عادش تلاقي فيه ريش دم خالص، هو كده ان شاء الله بنسبه كبيره الحمام بيشتغل معاك. ما تشغلش الحمام قبل كده، لو شغلته قبل كده برضو انت بتضعف الحمام. يبقى الحمام كل 15 يوم بيفك ريشه، بيعد من عمره يعني. فالحمام بيشتغل، في حمام بيشتغل معاك على 5 شهور، في حمام بيشتغل معاك على 5 شهور ونص، في حمام بيشتغل معاك على 6 شهور، بس بنسبه كبيره الحمام بيشتغل على 6 شهور. برضو من الحاجات المهمه اللي انا لازم اكون عارفها كمربي حمام، اللي انا اجيب سلاله قويه. يعني وانا بشتري بجيب حمام، اجيب الفرد يكون صحته حلوه، مناعته كويسه، الفرد باين معايا حجمه حلو. لو انا بربي احجام او بربي زينه بشوف مميزات كويسه. يا جماعه الحمام الغالي بياكل والحمام الرخيص بياكل، ما ربيش حمام رخيص. لو انت ما تربيليش، انا بشوف عيل ببقى يعني عايز الطم على وشي، يعني عيل مربي جوزين حمام بلدي وحابسهم وحاطط لهم اكل ومروقهم وكلفه انت يا ابني حزين ليه كده؟ الله يخرب بيت شكلك. يعني انت الحوارات دي لو عملتها في فرد حلو كويس في حمام كويس هتاخد وراه فلوس. عمال يعني انا شفت عيل، يا ابني حرام عليك، الولا ماسك مربي شويه حمام بلدي ومراعيهم مراعيه احسن ما انا مراعي الحمام الكينج بتاعي ده. في الاخر هيجيب لك ايه؟ جوز تبيعه ب 80 جنيه ولا ب 100 جنيه. يا حزين، ربي حمام يكون يجيب لك فلوس. ربي حمام، ما تقوليش انا بربي الحمام غوايه وانا غاويه وحبه، انا معاك في الكلام ده، بس ربي الحوار ده يكون يجيب لك فلوس. معلش يا جماعه، ما تربيش جوز حمام تصرف عليه وتعمل عليه وبتاع عشان المنظر بس. ماشي، ما انا ممكن المنظر واخد من وراه فلوس برضه، يعني ايه فرح جنب طهور كده. لا، الاقي لك حد مربي لي جوز حمام كحيان ملوش لازمه في الحياه ومراعيه وبص وقالب البيت، كل شويه الحمام فين؟ الحمام راح، الحمام جه، هات اكل الحمام، شرب الحمام، وعامل روشه للجماعه في البيت. لا، امسك من الحمام فلوس. انا ضد ان انا اربي جوز حمام ما نمسكش من وراهم فلوس. عايز تربي حمام بلدي طيره، طير امه يروح يجيب لك اكل من بره ويجي، ما تحطلوش اكل ولا ميه، طيره، ربنا هيرزقه وهياكل. يوم حتى لما يجيب لك جوز حمام ما انت ما كلفتوش حاجه، ممكن تحط له طقه كل يومين 3 ولا حاجه، حط له طقه. اما انا ما ربيش حمام وابقى حابس الحمام ومراعيه وادويه ومظبطه وكل حاجه، وفي الاخر اروح ابيع لي جوز الحمام ب 80 جنيه ولا 100 جنيه حمام بلدي انا صارف عليه اصلا يعدي 100 جنيه. ربي جوز حمام لا يقل عن 400 500 جنيه، بحيث ان هو يجيب لك زغاليل برضه بحوالي قريب من الثمن 300 400 جنيه. يعني انا بربي مثلا حمام الكينج ده
الجوز فيه مثلا ببيعه انا ما بيقلش عن 400 جنيه، 350 400. جوز الحمام بيصرف معايا مثلا 80 جنيه 100 جنيه، فانا اولى بال 200 جنيه. لو عندي 10 تجواسه دي 2000 جنيه. كلت من الحمام واستفدت من الحمام وشكله حلو وعاجبني، وفي نفس الوقت دخل لي دخل. انا ضد اي حد، وما حدش يزعل مني يا جماعه، واللي عايز يكتب لي في التعليقات بس من غير شتيمه يعني. انا ضد ان انت تربي حمامه ما تجيبش فلوس. احنا في زمن يا جماعه والله ما ينفعش ان انت تربي حاجه تصرف عليها على الفاضي. لو هتصرف عليها على الفاضي لا، الله يسهل لك. ربي حمام، استمتع بشكله، استمتع بمنظره، استمتع بكل حاجه فيه، ولكن ربنا يكرمك من وراه باي قرش. والله العظيم ساعتها هتبقى احسن، هيبقى مزاجك احسن يعني. الفلوس بتعدل المزاج. ماشي، معلش انا استفدت معاكم في النقطه دي، لان النقطه دي غيظاني جامد والله. انا شفت كذا حد من اخواتنا والشباب بتوعنا بربي لي حمام كحيان، ويقول لك انا ايه، حبه وحابب شكله، حب شكله بس زي ما قلت لك خليه يجيب فلوس. بعد كده من الحمام، من الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها كويس، ان انت ما تربيش حمام كبير. ما اروحش يا جماعه انا اجيب حمام كبير صاحبه عدم شغل واربيه. ما تربيش حمام كبير. كلمه السر في تربيه الحمام، ما تربيش حمام عجوز. ما اخدش انا حمامه صاحبها حلبها شغل وطحنها شغل واخدها انا اربيها. دي يا جماعه هيبقى فيها مشاكل كتير. مش هترقد على البيض، مش هتاكل عيالها، هتبقى قطعه بيض، هتبيض بيضه واحده، الذكر مش هيخصب. يعني هتلاقي نفسك انا خسران. انا خسران. يبقى من الحاجات اللي انا كمربي حمام او عايز اربي حمام، ما اربيش حمام كبير. يا تربي زغاليل تتلقط كده، بتبدا تاكل وتربيها على ايدك وتعتني بيها وتحط لها اكل وتصبر عليها شويه ال5 شهور دول، ربنا هيكرمك من وراه. يعني قدامك حد موثوق منه، حد كويس، لو ابوك هات منه حمام شباب يكون فاكك ريش، مثلا عليه ريشتين، عليه 3 ريشات، يقعد عندك شهرين 3 ويشتغل. لو ابوك قال لك خد جوز حمام من عندي كبير شغالين، ما تاخدهمش منه، هيضحك عليك. بعد كده من الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها، او انت عايز تربي حمام لازم تعمل الحاجه دي، ان الكلفه تكون متوازنه. يعني ايه الكلفه ويعني ايه متوازنه؟ الحمام بياكل اكل، يعني الاكل ده مسمينه الجماعه اللي بيربوا حمام مسمينه كلفه. الكلفه ديت ما ينفعش ان انا اربي الحمام على حاجه معينه بس. يعني ما اربيش الحمام على شويه غله بس، على شويه ذره بس. الحمام التنوع هيعيش معاك وهيبقى كويس، بس مش هيشتغل معاك الشغل المجزي، واللي الحمام يلحم معاك العش في العش ويجيب معاك جواز كويس. لازم تعمل كلفه متوازنه، وما تروحش تجيب كلفه من عند الراجل البياع جاهز، من عند العلاف، الجماعه بتوع العلافه ما تجيبش من عندهم. ليه بقى؟ 100% مش 99%، 100% من اللي بيبيعوا كلفه جاهزه بيبقى حاطين عليها حاجات مسوسه، شويه فول مسوسين، شويه غله مهببين، شويه مش عارف ايه، ويدربهم على بعض ويبيع كلفه. مش هتلاقي حد بيبيع كلفه كويسه، ولو باع كلفه كويسه هيبيعها لك غاليه. يعني انت واخد الخازوق من اي حته هتاخده يعني. فانت تمسك يا معلمي تعمل ايه بقى؟ انت تجيب جوز الحمام اللي انت هتربيهم، تاكلهم اكل محترم. ازاي؟ هتروح انت بنفسك كده، هتروح تشتري كيلو الذره الصفر، هتشتري كيلو الغله اللي هي القمح، هتشتري كيلو الذره العويجه، هتشتري نص كيلو بسله، هتشتري نص كيلو فول، فول حبايه، قول له حبايه صغيره من اللي هي بتاعت الحمام. ما تروحش تجيب الفول الكبير الحلوف ده، الحمام مش هيرضى ياكله. هتجيب، عايز تحط شويه عيش، تحط شويه عيش شويه صغيرين خالص، عيش ناشف ما يكونش عليه، ما يكونش فيه مشكله، ولا يكون العيش اخضر منك ولا عمل ايه فطر ولا حاجه، يكون عيش ناشف نظيف. وعايز تحط علف الفراخ، حط نسبه بسيطه، لو تكون ربع كيلو علف نسبه 21% من عند بتوع العلافه، يكون صلاحيه جديده، ما يجيبلكش علف يكون مركون عنده بقاله 100 سنه. اقلب الشكاره، اقول له معلش وريني الشكاره كده اشوف تاريخ الصلاحيه. تاريخ الصلاحيه جديد، شهر شهرين بالكتير، حط منه الحمام عادي كويس. مع ان اخواتنا بينصحوا بعدم ان انت تحط عيش او تحط علف الفراخ، بس انا عن نفسي والله العظيم بحط عيش وبحط علف الفراخ بس بنسبه بسيطه خالص. من الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها برضو كمربي حمام، ان الحمام بياخد فيتامينات واملاح معدنيه. مفيش حاجه اسمها ان انا اربي حمام على الميه بس. حمام على الميه بس هيبقى برضو انتاجه ضعيف، هيطلع عين ابوه. ايه الفيتامينات والاملاح؟ هتروح يا عم تجيب لك ازازه ب 40 جنيه فيتا ماونت شراب بشري من الصيدليه البشري. انا بحب بصراحه وممشي حمامي بقالي، انا مربي حمام بقالي فتره كبيره يعني الحمد لله ما يقلش عن 10 سنين بربي حمام
يعني متمكن فيه يعني. ما تروحش تجيب لي حمام وتحط له شويه ميه وخلاص، لازم الفيتامينات والاملاح المعدنيه. يعني ايه فيتامينات واملاح معدنيه؟ هتروح زي ما قلنا هتروح تجيب علبه اسمها فيتا ماونت، اسمع الاسم كده، فيتا ماونت شراب بشري من الصيدليه البشري. انا ما بحبش البيطري بصراحه، الادويه البيطريه بنسبه 90% مغشوشه، ما عندهمش ريحه الضمير. يحط لك شويه ميه معكرين كده ويقول لك ده 100 100 ده زي الفل، تروح تحطه الحمام ما تلاقيش فيه حاجه. الدواء البيطري ما تجيبش الا مستورد من مكان مضمون، وهتلاقيه غالي هيعقدك في الحمام. يعني هتروح تشتري الجيركن ب 1000 جنيه ولا ب 800 جنيه، ايه هتروح تلطم على وشك. لا، انا هروح اجيب ازازه الفيتا ماونت دي شراب بشري من الصيدليه البشري، تقريبا بتعمل 40 جنيه، واحط 2 3 سم على رتل الميه لمده اسبوع. ايه تاني؟ هجيب حاجه مصدر للكالسيوم، في برشام اسمه كالسيمات، يبقى في الصيدليه البشري برضه كالسيمات في الصيدليه البشري، او اي مصدر للكالسيوم. يعني انت قول للصيدلي انا عايز حاجه كالسيوم حطها. في برضه في دروب للاطفال برضه في الصيدليه البشري، برضه هتحط منه حوالي سنتي على رتل الميه. لازم يكون عندك الدوره دي. الحمام بياخد حاجه اسمها مطهرات معويه. ليه بقى؟ لان الحمام ممكن يلقط، يعني الحمام عندي اهو بيلقط من على الارض اهو. ليه بقى؟ ممكن يلقط من على الارض، ياكل من الزرق بتاعه، تجيله ميكروب، يجيله بكتيريا، تجيله اي هباب. يبقى انا ان شاء الله اجيب حاجه اسمها فيلاجيل. الفيلاجيل ده مره في الشهر 3 ايام. يبقى احنا على الاقل يبقى عندك صيدليه كده، صيدليه هتجيب 4 الحاجات اللي انا قلت عليهم دول، هيعملوا معاك بالظبط 100 جنيه 120 جنيه، مش خساره في الحمام، وهيكفوك الشهر والله، وبيعدوا الشهر كمان. الفيلاجين ده هتحطه 3 مرات في 3 مرات في الشهر، 3 ايام في كل شهر، هينظف لك معده الحمام وهيظبط لك الحمام. من الحاجات الكويسه لازم تحطها الحمام برضو ايه؟ الخميره. بعد ما تحط الفيلاجين ب3 ايام تحط خميره. ليه بقى؟ لان الفيلاجين ممكن بيعمل على عمليه قتل للبكتيريا النافعه اللي بتساعد في هضم الحمام. فانا دلوقتي باجي ماسك عامل ازاي؟ حاطط الخميره عشان تعوض البكتيريا دي. الخميره اللي هي العاديه دي من بتاعه الخبيث دي، حط حته خميره كده في الايه، في الميه. ماشي يا جماعه. في حاجه برضو ناس كتير بتغفل عنها، اللي هي التحديق. التحديق للحمام. يعني تحديق الحمام سبحان الله ربنا خلقه، اللي انت حابسه بالذات، اللي انت مطيره ده سيبه، هو هيحدق من الايه، من الطبيعه. يعني هيقعد ياكل في التراب وفي الارض وفي الرمل، فهيحدق وياكل حاجته من الطبيعه. اما انت كراجل حابس الحمام زي حالاتي كده، بتحط له التحديق. ايه هو التحديق ده؟ تعالى معايا حضرتك كده هوريهولك. معلش انا حاطه بره، انا حاطط التحديق ده بره العش عشان لما بطلع الحمام ايه بطلعه يلقط في التحديق اهو. التحديق ده اهو، بص يا معلمي تعالى معايا كده. تجيب شاكوشك اهو، الشاكوش بتاعك، وتجيب طوب احمر اهو، طوب احمر، طوب ابيض، طوب احمر اللي بيبنوا بيه، طوب ابيض. تجيب فحم اهو، يبقى فحم، طوب ابيض، طوب احمر، شويه رمله، وتدقهم للحمام، شويه ملح طعام، شويه الملح العادي. دي يعني التحديق، ابسط انواع التحديق، يعني ده اسمه ابسط انواع التحديق. التحديق ده لازم يبقى باستمرار قدام الحمام اهو. ليه بقى؟ التحديق ده بيعمل على عمليه بيكون قشره البيضه، بيزود نسبه الكالسيوم والاملاح المعدنيه في الحمام، بيعمل حاجه اسمها بيمنع عندك مرض الافراز. طب بصوا انا هرجع اهو لورا، ايه هتبصوا تلاقوا الحمام جاي يلقط في التحديق. التحديق زي ما قلنا بيمنع الافتراس. ايه الافتراس؟ الحمام لو ما كانش التحديق ده هيقعد ينقر لك في الزغاليل. واحد برضو بيقول لي انا بلاقي الحمام ابوه وامه واكلينه وعضعضينه من ظهره كده. ما هو انت عشان انت غشيم، ما انتش عامل له، انت عامل. بصوا انا رجعت لورا، بصوا الحمام اهو. في واحد يقول لك يا نهار ابيض، هو الحمام بياكل طوب وبياكل رمله؟ بياكل طوب وبياكل رمله. هو ربنا خلقه كده. زي انت ما بتاكل لحمه، هو ما ينفعش ياكل لحمه. هو انت ما تنفعش تاكل تراب، هو بياكل ايه؟ بياكل التحديق. يبقى من الحاجات المهمه اللي حضرتك لازم تعرفها ولازم تبقى مربي ناجح التحديق ده باستمرار قدام الحمام اهو. مش هتخسر حاجه، هتجيب ب 10 جنيه فحم وانت معدي كده ايه، تقعد تنقي طوب. معلش العالم هتقول عليك عبيط عمال تلم طوب، مش مشكله، عبيط بس الحمام بتاعي يبقى كويس. وانت ماشي في الشارع كده هات لك طوبه بيضه، طوبه حمراء، وشويه الفحم والملح وتقعد تدقه
تنعمه للحمام، هتبص تلاقي الحمام بياكل منه. الموضوع ده بيظبط معاك الحمام جامد. دي بعض من الحاجات اللي انت كمربي حمام لازم تبقى عارفها. انا الغيه بتاعتي اهي، الغيه بتاعتي اهي، وعامل الحته ديت بطلع الحمام فيها كل يوم يستجم فيها كده، مكان نظيف. في ناس تانية برضو تسالك سؤال، تقول لك ايه، انا عندي شويه فراخ وعايز اربي معاهم حمام. لا يا عم، ما ينفعش تربي الحمام مع اي حاجه. هو الحمام ده لازم يتربى لوحده كده، ما ينفعش تربي لي حمام مع فراخ ولا بط ولا وز ولا اي حاجه. ما عندكش مكان يبقى ما تربيش، اقعد ساكت ما تربيش وريحنا. اما انت عايز تربي حمام تربيه لوحده. ليه بقى؟ لو ربيت حمام مع الفراخ هتقعد تنقر لك في البيض وهتضرب لك في الحمام، وممكن تنقل لك مرض ليه، تعمل حمام الحمام يدوس عليه يعني. يبقى انت حابب الحمام وعايز تربي، تعارك معاهم في البيت وخليهم ايه، يفضوا لك مكان. اما عشان يضحكوا عليك ويقولوا لك ايه، ربي جوز الحمام بتاعك مع الفراخ، يبقى انت بتضحك على نفسك. ما تربيش حمام مع اي حاجه. الحمام تربيه لوحده، كائن لوحده، مكان معزول لوحده. ماشي. في ناس تانية بتقول لك طب اربي حمام ايه؟ بيروح يجيب لي من كل فيلم اغنيه، يربي مثلا جوز شقلباز مع هزاز مع حمام كينج وعمال اللي يلاقيه يجيب. حاول تتخصص في نوع معين، او بالكتير نوعين 3 بالكتير. ليه بقى؟ عشان ما تبقاش مشتت. لو حمام هتطيره يبقى هتطيره وهتقعد تبص عليه في السماء وتتفرج عليه وتتعلم بقى الحمام اللي بيطير ازاي، طب مواصفاته ازاي كده. هتربي حمام للاكل، يبقى انت ايه، هتجيب حمامه كبيره حجمها كبير، بتجيب معاك ميزان حلو عشان لما تيجي تبيعها ربنا يكرمك وتاخد من وراها انتاج كويس. ما تربيش 3 4 انواع مختلفين. حاول تربي انواع مقربه من بعضها. يعني انا مربي كينج اهو، ده حمام كينج احجام. مربي روماني اهو، حمام روماني برضو احجام للاكل. مربي لحم فرنساوي، الحمامه البيضه دي لحم فرنساوي برضو احجام. يبقى انا كل الحمام اللي عندي ده احجام. مربي بس فرد شقلباز اهو، فرد شقلباز ده بنتي والله حباه، فقالت لي ربي لي ايه، عايزه يعني حابه شكله عشان سرواله والسراويل اللي فيه كده ومنظره. مربي ايه، فرد ولا حاجه شقلباز، فمش فارق معايا يعني. طلع ما طلعش ايه، ان شاء الله ما طلع. فانا بحاول اكلمك على شويه الحاجات اللي انت بتعملها، بتبقى عارفها عشان تربي حمام. انت برضو لو عايز تربي جوز حمام كويسين وربنا كرمك منهم، ما تروحش تبيع الحمام ده لواحد بتاع فراخ. ليه بقى؟ او واحد تاجر يعني. لما انت زغاريلك هو بياخد الجوز منك ب 80 جنيه ب 100 جنيه. لو هياخد منك الجوز ب 100 جنيه هيروح هو يبيعه ب 300 جنيه. يبقى انت طلع عينك وطلع عين ابوه في على ما طلع لك بعد 45 يوم جوز حمام، هو في ثانيه في بيعه هبش من وراك 300 جنيه. حاول تبيع لجيرانك او تبيع على النت للناس اللي هي بتعمل. يعني انا مثلا كان عندي جوز كينج، كان عندي جوز حمام كينج، جيت اعرضهم، جه واحد ابن حلال بياع يعني، قال لي اخدهم منك ب 100 جنيه، من هنا لهنا اخدهم منك ب 150 جنيه. جوز حمام كينج عايز اخدهم ب 150 جنيه. لا، انا جوز الحمام بتاعي اعرضه على النت هبيعه ب 400 جنيه او لحد معرفه بيقدر الحمام. يبقى انت اول ما يطلع لك حمام التسويق، ما تحاولش تسوق للتجار او لبتوع المحلات، عشان الاغلبيه فيهم حراميه، عايز يخبط منك ايه 300 جنيه في البيعه ولا 200 جنيه في البيعه، وخصوصا لو عرف ان انت جديد ومش عارف حاجه. فانت جوز الحمام بتاعك انت اعرف تسوقهم ازاي، صورهم ونزلهم على النت او لحد معرفه، او روح بيهم لسواق، وبرضه ما تبيعش لتاجر. طب انا اعرف التاجر منين؟ من الراجل العادي. التاجر هيخسف لك بالحاجه الارض وهيقعد يطلع لك عيوب فيها. لا يا عم، ده الحمامه دي مش عارف مالها، ده الحمامه دي مش عارف ايه، ده الحمامه هيقعد اول ما تلاقيه عايب كده خد نفسك واخلع منه. بيعهم لواحد يكون محترم بيقدر الحاجه ويسيب له في البيع 20 30 جنيه اخرك في جوز الحمام، ما تسيبش اكتر من 20 30 جنيه. انت طالع عينك ومتبهدل ومتمرمط فيهم، ما يجيش واحد ياخد عرقك على الجاهز. دي بعض الحاجات اللي هي بتقابل اي حد لسه بادئ يربي حمام. اخواتنا المربيين من زمان والغواه من زمان عارف في الحوارات دي. اما المقطع ده للجماعه الجداد اللي لسه بادئ يربي حمام. لو عجبكم الفيديو ما تنساش ارزع لنا لايك عشان احس ان انت حي ومتابعني، واشترك في القناه عشان هظبط لك شويه فيديوهات حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.